السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم هنا عندي في القناة في قصة جديدة عند الحكواتية حياة اللي هي أنا بالذات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيا بنا في قصتنا جديدة. صاحبة القصة تقول: أنا واسمي ليان وحاليا في عمري 28 عام، متزوجة وعندي ولاد. حبيت نحكي لكم قصتي كيفاش بدات من الأول، وين نرجع فيها لسنين وسنين إلى الوراء كي كان في عمري 16 عام برك. هذاك الوقت كنت نقرا في الليسي، ولكن قبل ما نحكي لكم لازم نوصف لكم شويه روحي. شوفوا، انا مانيش نجامل وانا نقول لكم انا هاك ولا هاك، ولكن انا اللهم لك الحمد والشكر عندي نسبه جمال كبيره بزاف. ويمكن نقول لكم هكا لانه شخصيتي قويه. انعم ايه، انا ربي عطاني شخصيه قويه، ما على باليش اذا جبتها من عند بابا وماما ولا لانه كبره في محيط عن حب. انعم ايه، كما سمعتوا بابا وماما متزوجين عن حب ويحبوا بعضياتهم بزاف بزاف، وانا هي الطفله الوحيده تاعهم، يعني المدله والمحبوبه والاعز ما عندهم وثمره الحب تاعهم. وتقولوا لي ثاني علاش ما جابوش ولاد واحد اخرين؟ هكا اتفقوا من الاول ان يكون عندهم غير بنوته واحده واللي هي انا. وكما قلت لكم هذه هي الفرحه تاعهم. كبره في عائله الحمد لله ميسوره الحال، وبابا وماما كما قلت لكم يحبوني بزاف بزاف ودايريني في عينيهم. وانا كي شفت الوضع هكا وكبره هكا، الامر زاد لي غير يعني ثقه في نفسي، ويت نحب روحي بزاف، متقبله شكلي ومهتمه بنفسي، ما نتاثرش، قويه، يعني اللهم لك الحمد. ومن جهه اخرى عندي صحاباتي، من صغري نحب بزاف يكونوا عندي صحابات، والاقرب ليا كانت بنت عمي اللي كانت قدي في العمر، كنت نحبها ونموت عليها بزاف. هي كانت يعني صغيرونه تاع الدار، وعندها خاوتها اكبر، عندها 3، والكبير فيهم كامل واسمه وسيم، والدوزيام عماد، طروازيام محمد، وهي واسمها إكرام. المهم شفاو على هذا وسيم مليح بيسك راح يكون عنده حاجة في القصة تاعنا. قلت لكم أنا ليان كبرة هكذا ومتربية في وسط عائلة شابة وكامل، وكنت نحب بزاف نروح لدار عمي هذا لأنه عمي الوحيد، وبحكم عنده بنت نحبها ونلعب معها وكامل. الأيامات تمر ونكبروا ونلعبوا، وشحال من مرة قاعدين مع بعض. واش نقول لكم، بين كامل ولاد عمي هادو كان وسيم اللي كان دايما عينيه عليا بواحد الطريقة لا توصف أبدا. ما نحكي لكمش، كان دايما نشوف فيا بطريقة هكا نورمال، ويبقى يقعد هكا ويغيس فيا. لاحظت هذا الشيء، ولكن ما بديتلوش أهمية بزاف كبيرة. قلت زعما واش ما كاين والو، يعني جهلت الموضوع كما أي طفلة، ونقعد نقصر ونلعب وكامل. يامات ويامات. أما وسيم نقدر نقول لكم نجح وخرج من البلاد، يعني نجح في دراسته، وكان رايح لألمانيا باش يكمل ويدرس كتر تما وباش يجيب الدكتوراه. صراحة هو كان طيارة في الدراسة، يحب بزاف قرايته، أنا مثلي يعني تماما. أنا ثاني نحبها ونقرأ مليح وندي علامات مليحة الحمد لله. وأنا كنت داخلة الثانوي، وهذاك هو العام ندخر ونطلع ثاني للجامعة. واش نقول لكم، دخلت وجوزت الباك وديته ونجحت والحمد لله. وبعدها طلعنا انا وبنت عمي لانه نجحت طبعا، وصحباتي الاخرى كامل نجحوا الحمد لله. وديسيدينا نديروا تقريبا نفس التخصص، غير واحده من صحباتي كان عندها تخصص اخر حلمها من الصغر، ولكن كان في نفس الجامعه والحمد لله. وانا كي وصلت لافاك وبديت منه كامل، تعرفت على واحد كان ثم هو يعني من نوع هذاك تاع ما يحبش بزاف تصارات على بنات، هو يعني عقليته كل شيء انتيك ما شاء الله. قال لي شوفي، انا ما عندي ني مع الفيسبوكات ولا الانستغرام ولا يديك ولا يجيبك، يسموني كما القريتين نجي نخطب، واذا فيها خير اللهم بارك، ما فيهاش خير ربي هو اللي عالم واش هو الحاجه المليحه لينا. صراحه هذا الشيء اللي خلاني يعني خلاه هو يكبر في عيني اكثر واكثر، وسنين تمر وانا وصلت لليسونس ونجحت. هو كان هذا الطفل كان يقرا معايا كما قلت لكم ياك، وقلت لكم كملت ونجحت الليسونس وكامل. وهنا تصل المفاجأة، بعد 5 سنين غياب شكون يرجع؟ ولد عمي وسيم. أنعم إيه، هو بالذات والصفات.
ارجع للبلاد. وصراحه كيما على بالكم كيجي واحد غريب نديروا له قاعده ونديروا عشاء ونروحوا كامل. الفرحه تاع بنت عمي اكرام ما نحكي لكمش، كنت بزاف كبيره كي شفت خوا. انا ثاني فرحت لها صراحه، ولكن ما كانتش حاجه اكثر من الفرحه يعني تاع الرجوع تاعو الحمد لله وخلاص، نقطه الى السطر. ما راحش نكبل الموضوع اكثر ولا نقول هاك ولا هاك، حاجه تفرح وخلاص والحمد لله. ودرنا قاعده عزومه بزاف كبيره، ولا فاميل كبيره كامل تلمت، يعني الجيران والناس اللي من الفامي تاعنا وكامل، وفرحنا. وطول ما جا هو وكنا قاعدين في الصالون كامل، لانه عندنا عادي نقعدوا مع بعض مجمعين الدراري مع البنات. هذا وسيم يلي ما شاء الله هو اصلا من صغره كان شباب، زاد كتر يا البنات، زاد كتر ما شاء الله عليه، يهبل يهبل يهبل. ولكن انا صراحه ما كنتش دايرته في بالي، ما كنت نخمم غير هذاك تاع لافاك وكامل. صراحه هذاك تاع لافاك ما كاينش حب ولكن يخطر هكا على بالي، فهمتوا كيفاش يعني قاعده نحوس ونقنع في روحي اني نحبه. المهم البنات نكمل لكم. يا سيدي وهو قاعد يشوف فيا بطريقه مش نورمال، وين ثم انا شفت فيه اكرام، قلت لها خوك هذا واش بيه؟ وين ثم هي شفت فيه وشفت فيها، قالت لي واش بيه؟ قلت لها ما راكش تشوفي؟ وين عاودت شفت فيه وعاود شفت فيها، قالت لي ما عرفتش نشوف واش كاين. قلت لها مصباح راه يشوف فيا وعيني كامل ما نحومش عليا كش ما كاين. وين تما شفت فيا وطلعت وهبطت هكا وبدات تضحك، قالت لي سي لوجيك يا لاله راكي تهبلي راكي انوشه. وين قلت لها نو راني عادي انا كيما كل يوم. قالت لي ايه انت راكي كيما كل يوم بالنسبه ليا، ولا بالنسبه لواحد راه قاعد معاك هنا ومولفك منذ هاد السنين كامل، بصح هو راه عنده اكثر من 50 ما شافكش، سي لوجيك راه يشوف فيك. ومن ثم ضربتني كلكت فيه، قالت لي واقيلا كش ما راح يكون بيناتكم ياك؟ قولي لي عجبك؟ لو كنتي تكوني مرت خويا راح نفرح يا اختي من فضلك قبلي. وينتم انا قاعده كنشوف فيها الطفله مهبوله تاع الصح، قاعده تدير في لي سيناريو، قاعده تتخيل الامور انورمال. وينتم انا ضربتها هكا قلت لها ايه بلا عقل وين راكي طايره الكوكب مارس ولا ما بليش انا واش بيك انت يا صبا؟ وين قالت لي وشنو؟ قلت لها نسيتي تاع لافاك جواد. قلت لها انا هذاك اللي ندي. وينتم قالت لي او فعليا انتيا، انا قلت لك تكوني مرت خويا انت واش راكي تقولي؟ المهم ثم كملنا ضحكنا وكامل، وهو السيد حود وروشو يعني وجه تاعو وقعد يقصر مع بابا وكامل، وقعد يقصرهم على المشاريع وكامل واش دار في الالماني من غير قرايته يعني وكامل. الله يبارك عليه بزاف انتيليجون بزاف مثقف. وبعدها كملت العزيمه وكل واحد شد طريقه لدارو يعني صاي كملت. وبعدها انا رجعت لافاك طبعا نكمل في قرايتي الماستر وندخل الدار ونلقى ماما وبابا قاعدين مجمعين ويقصروا فرحانين للطرف، يعني فرحه مش نورمال. هما كما قلت لكم ماشي مولفين زعما يدوسوا ولا يعيطوا جامي لا في توجور متفاهمين، ولكن هذيك الضحكه اوف ما شاء الله. وماما خصوصا وبابا ما نحكي لكمش يا سيدي شاد المسبحه وقاعد يشوف في ماما بطريقه مش نورمال. انا رحت نجري قلت لهم اي هذه الفرحه ما نقدرش نشارك فيها، وانت مش فيا بابا؟ قال لي الفرحه هذه ديجا تاعك ماشي برك ما لازم تشاركي فيها، هذه الفرحه تاعك انتي. وانت قلت له كيفاش يعني؟ وين ثم ماما قالت لي ايه كبرت بنتي ولا وجهها الخطابه وها درت مستقبل وعندها كلش. باش نقول لكم البنات انا كي قالت ماما عندي كلش يعني انا فتحت بوتيك صغيره وثاني عندي طوموبيل ودرت بيرمي، يعني درت امور كنت نحلم بيهم من صغري من غير دراسه يعني. وانت انا قلت لها من نيتك ماما؟ قالت لي وي من نيتي، ونيتي ثاني عندها نيه ونيتي فيها غير الخير والخيرات. انا هنا ما فهمتش راهي تقول، قلت لها من نيتك دوكا واش كي تهضري هذا الشيء واش من زواج؟ وين هنا عاود جا جواد البالي، قلت لها صبري قلت لها شكون؟ وين ثم شفت فيا وطلعت حاجب، وين درت لي هكا غير بالعقل يعني حشمي باباك راه قدامك، لانه ماما كنت حكيت لها من قبل على جواد. قلت لها ايه بصح يعني قلت لي خطابه ياك؟ قالت لي ايه. قلت لها يعني جاو يخطبوني؟ قالت لي ايه. قلت لها شكون هذا؟ وين ثم بابا قال لي الناس الخير يا بنتي ناس الخير. انا ثم بديت نشوف، قال لي ولد عمك وسيم هو اللي تقدم لك. وين انا تشوكيت قلت له كيفاه وسيم من نيتك بابا؟ قال لي وي من نيتي.
الطفل عنده كمل قرايته، متربي مؤدب متدين، تلقى خير منه وراحوا لكم البنات، والطفل راح يخاف ربي فيك. يقولوا لك تزوج انسان ولا يعني تكون مع انسان يخاف من ربي قبل ما يكون يحبك ولا اي حاجه هكا. وين انا قعدت غير نشوف هكا ونشوف في بابا اللي قاعد يهضر وماما ثاني، وين هنا انطقت وقلت غير هو ما نديهش بابا، ما نتزوجش به، غير نسى هذا الموضوع كامل. انا ما نديش وسيم. ونضت ردت فيها هذيك تاع سترونغ وومن شغل متقرر ونقولوا ماذا هو قرر الاخر. وين هنا ماما ناضت وبابا ثان ونشاف فيا بابا بطريقه تاع كانه خيبت ظنو تاع الصح. وين هنا صراحه يا البنات جاني احساس بشع على ابعد الحدود. قاعده نشوف في بابا وعيونه يعني تبدلوا، تقول عيونه السود هذوك تبدلوا اللون تاعهم. قال لي ليان منيتك بنتي، وش راكي تهضري؟ انا اللي ربيتك وصرت عليك وكبرتك وفي الاخر تقولي لي هكا وتهضري معي بهذه الطريقه؟ وين ثم انا يعني داركت الوضع وين جيت نجري عند بابا قلت له اسمح لي بابا ماشي قصدي، ولكن ما نقدرش نتزوج وسيم. انا ولفتو كيما خويا، كيف هذه بين صباح وليل يجي يخطبني ويقول لي مرتي يعني بابا لا ما نقدرش، انا ما نقدرش. وين هنشاف فيا وين قال لي هكا بنتي مع خويا الوحيد اللي عندي ديري لي هكا. علاه واش خصو وسيم؟ قولي لي برك واش خصو؟ قلت لك انسان ما شاء الله عليه وما راحش تلقاي خير منه، انت راكي تقولي لي لا وتتشرطي وتردي لي بهذه الطريقه. وانت انا هنا ما قدرتش، عرفت روحي ورحت نجري شومبرتي، وغير وصلت غلقت الباب وقعدت نبكي. وين ثم جت عندي ماما وين قالت لي شوفي بنتي، انا نقول لك حاجه ونوصيك، يقول لك تدي الانسان اللي يحبك ماشي اللي تحبيه، وهذه هي، لانه كي تحبي انسان انتي راح تضحي بزاف، بصح لو كان انسان يحبك هو اللي راح يضحي عليك. وهذه هي. وين انا قعدت نشوف ونسمع في كلامها ودموعي يطيحوا. بعدها هي خرجت وانا قعدت نبكي ثاني، قعدت ساعات وساعات نبكي. ومن بعدها درت استخاره ووكلت امري لله وتجوزت هذيك الليله. وين هنا جاني احساس انه احسن حاجه نديرها اني نوافق عليه. وكلام ماما اللي قالته قاعد غير يدور في راسي، يدور في راسي. نكذب عليكم اذا قلت لكم ما حسيتش يعني بتأنيب ضمير اتجاه جواد هذاك الطفل تاع لافاك اللي قال لي نجي نخطبك. بصح واش ندير مهما صار انا طفله وهو طفل، هو يقدر يخطب واحده اخرى، ولكن انا واش نقعد نستنى في انسان وما على باليش وين وقتاه، ويمكن ما يجيش ويمكن هو راح تصير له اي حاجه. يعني لازم نخمو بهذه الطريقه احيانا ولا لا نكونوا نرجسيين نوعا ما، قصدي انانيين ونحبوا انفسنا. بعدها استسلمت لأمر الواقع وقلت لهم راني قابلة. أقل من أسبوع وداروا واش الخطوبة. صراحة كانوا كامل فرحانين إلا أنا. صحاباتي هما اللي جاو باش يعاونوني نلبس ونوجد روحي وعاونوا ماما، والله ما نكذب عليكم كانوا صحبة حقيقيات ما شاء الله عليهم، والله يرزقهم واش يتمناو. ومن بعدها صراحة صاحبتي إكرام اللي بنت عمي في نفس الوقت قاعدة غير من بعيد تشوف، ما عرفت واش تدير. من جهة فرحانة إن راح نكون يعني مرت خوها، ومن جهة أخرى تشوف فيا نبكي ومش مبسوطة ومش فرحانة، قاعدة غير فكوة تشوف فيا. وأنا اللي استسلمت لأمر الواقع، قلت كيما جات تجي صاي. وصحباتي اللي كانوا يقولوا لي صاي يقول لهم راكيش قابلة إذا ما حبيتيش، ولكن داخلي كان واحد الإحساس يقول لي لا تقبلي، هذا هو الإنسان المثالي ليك. بعدها جاء الوقت، يعني جو هما وكامل العائلة، يعني جاء الوقت إني نخرج ونديروا شوفة شرعية. وفعلا رحت وكنت لابسة وكنت شيخة يعني مكشخة كما يقولوا، كنت بزاف شابة. وصلت ثم لا شامبر وهو دخل وبدينا نحكوا شوية. هو اللي قاعد غير يحكي وأنا راسي اللي كان بعيد، تقول في خارج مجرى درب التبانة، بعيدة بزاف. وش نقول لكم وش نخلي لكم. وين هنا مدلي دراهم وخرج وصاي، يعني خرج عند رجال وتفهموا على كلش، وأنا اللي قاعدة
حيرة من أمري، ما على باليش وش هذاك الإحساس اللي حسيته كامل، ولكن استسلمت. ودوكا نقدر نقول لكم بأنه وليت خطيبته لوسيم. أما القصة تاع الدراسة فكملت الماستر 1 وكنت نستني وقت يمكن نكمل الماستر 2، ما على باليش، كنت يعني ثاني حيرة من أمري في هذا الأمر، وكلت أمري لله عز وجل. ومن بعدها تفاهمنا على كل شيء وفيكسينا لا دات تاع العرس اللي ما كانتش بعيدة بزاف صراحة. هو استكلف بكل شيء، بالصالة باللبسة بكل شيء كل شيء كل شيء. وصراحة بابا الثاني قلت لكم من قبل بلي كان ميسور الحال الحمد لله. وبحكم أنا الطفلة الوحيدة داروا لي عرس مطرطق بمعنى الكلمة، وين هنا درنا عرس شباب بزاف وحضروا الناس كامل فرحوا لي، وشفت الفرحة في وجوههم كامل، وخصوصا في وجه إكرام اللي كانت بزاف فرحانة، واللي جيت عنقني تقولي والله ما تندمي خويا هايل، والله ما تندمي خويا هايل. وين هنا فرحت صراحة وعنما كي شفت ذاك الاهتمام وكامل. وين بعدها كي كمل العرس جينا رايحين، وداني الواحد الفندق هكاك كان بزاف شباب يهبل، يعني كان ثم كريليها كان جوزو لي لتنا ثم راكو عارفين كيفاش يا البنات لما ندخلوا في التفاصيل. صراحة أنا في الأول كنت خايفة بزاف منه، ولكن هو كان فاجأني بالحنية تاعو وبتقبلوا الأمور، وكان إنسان واعي وإنسان رائع 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 على أبعد الحدود. صراحة جوزنا واحد الليلة جميلة جدا، ليلة لا تنسى أبدا، وهو كان جد فرحان وطاير طاير في السماء، ولكن كانت أهم حاجة عنده إنه أنا نكون فرحانة ومبسوطة. قعدنا أشهر هكذاك، وصراحة أنا بديت نولفه وبديت نحبه وبديت نتعلق به. وثاني أشهر واكتشفت إني أنا حامل منه. الفرحة ذيك يا البنات، الفرحة ذيك الفرحة فرحتين، لولا إني حامل ونولي أم، الثانية إنه هذا الإنسان وليت نحبه وقلبي متعلق به، نحبه لدرجة درجة الجنون، حب الهيام. هذا إنسان رائع ونحبه بزاف بزاف. وتنتهي قصتنا بأجمل نهاية، وهو الحب الحقيقي الحلالي. كل شيء في الحلال نهايته شابة، صدقوني يا البنات هذه هي. أطلع في روحتكم وإلى الملتقى إن شاء الله.